ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السادة المتابعين ومشاهدينا، طبتم وطابت أوقاتكم عامر والإمام، كل عام وانتم طيبين. يوم جديد من يومات أحمد ونيروز وعبير، منوعات أحمد ونيروز وعبير. إن شاء الله كده ربنا يكرمكم ويفرح قلوبكم. وشكرا على التفاعل على القناة، وشكرا على الناس اللي بتراسل القناة وتبعت لنا التعليقات، الناس المحترمة جدا. ربنا يعزكم. وتعالوا نشوف اليوم هيبدأ ازاي. توكلنا على الله. الشغل اهوت، وفي انتظار بس الاستاذ حازم يجي ونتوكل على الله نوصل للبيت ان شاء الله كده، ونشوف الاولاد عاملين ايه، ونشوف سعيد كده نطمن عليه. الجماعه اتصلوا وقالوا ان هو تعب تاني ورجع ومفيش لقمه بتستقر في معدته، يعني ربنا يستر. ان شاء الله ممكن نروح بقى نروح بقى لدكتور تاني بتاع بطنه، بس نطمن عليه كده ونشوف عمل ايه. توكلنا على الله. نعوز ان شاء الله نوصل البيت كده ونشوف سعيد. توكلنا على الله. حازم يا هلا باشا، عامل طيب؟ السلام. توكلنا على الله. راجعين. اتفضل يا باشا. رمضان كريم يا باشا. الله اكرم، كل عام وانت طيب كده. عاد الله عليك بالخير. على حضرتك وعلى الحاج والحاجه والناس كلها وعلى المسلمين جميعا. يا رب ان شاء الله نكونوا في خير كلنا يا جماعه. والامه الاسلاميه كلها بخير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نرجع البيت ان شاء الله، ونشوف الاولاد عاملين ايه في البيت كده. توكلنا على الله. انا فعلا نسيت العشه مفتوحه امبارح، والجماعه قالوا لي ان حصل مشكله والعرسه كانت جوز الحمام الابيض. صح يا رز؟ جوز الحمام الابيض؟ لسه طالع. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ماشي، نتغدى كده ونطلع نبص على العشه. انا غالي. سبحان الله. عايز اتاكد التاني اهي. سبحان الله. ده مش هيكبروا الا بالمراعية يعني. سبحان الله. الاولاد بنعاني من موضوع الغسيل بتاع الرسقه بتاعه البط والحمام والكلام ده، وازاي نرمي الميه. لازم نفتح لدهب ونعدي ونرمي من على السور وعند الجيران والكلام ده. طبعا مش عايزين نأذي حد، ولا عشان خاطر ما نرضاش على نفسنا يعني. فطبعا انا فكرت فكره حلوه يعني كده. ان شاء الله كده ربنا يسهل وتنول اعجابكم. تعالوا معايا. الازازه دي ازازه هي بتاعت قاروره ميه اهي، عاملها زي نظام قمع. ان شاء الله كده ربنا يحسن كده ما بين ايدينا. هشقها مثلا من هنا كده واقلبها، ويبقى ده الصرف بتاعها اللي هيبقى محطوط فين، في ماسوره الصرف اللي فوق دي، اللي هوريها لكم دلوقتي. تعالوا معايا. ماسوره الصرف جوه اهي. احنا داخلين كده اهي، ماسوره الصرف اهي. دي ماسوره الصرف. هشيل الجزء ده، شيل الجزء ده كده من هنا، اقطعه واحط وش الماسوره، ويبقى زي نظام قمع في قلبها يعني هنا كده. تمام، بحيث ما كل شويه زي بديل الحوض يعني، بدل ما اشيل الجيركن والف بيه وكده، او العيال الصغيره مثلا او مراتي تروح ترمي بره في الحته اللي ورا دي، والجيران يزعلوا مننا وكده، ونزعل الجيران، وحالنا برضو يخلص، ونبقى ايه تمام بعيد عن المشاكل يعني. توكلنا على الله. شوف بقى ايه هنعمل ايه ان شاء الله كده يعجبكم باذن الله. ده لو محدش عنده مثلا صرف، او لسه ما عملتش حوض هنا مثلا، عشان المفروض اعمل حوض بره او هنا عشان الصرف، بحيث يخدمني يعني، يخدم المكان ده بتاع الطيور. توكلنا على الله. توكلنا على الله. نشق بقى الايه القاروره ديت، بحيث تبقى زي القمع كده، توصل للايه للميه كده اهو. شوف مكان كويس. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومش هنرمي القعده ديت، يعني احنا مش هنرمي القعده دي كمان، هنخليها ممكن ايه نعملها زي قصيده زرع. احنا هنستخدم كل ده عندنا. كده وضعنا الجزء اهوت ده، نشيل الغطا. هي نز، تعالي نز والنبي كده ايه، هوريك حاجة نعملوها سوا انا وانت. هنا ايه رز، هوريك حاجة كده نعملوها سوا انت. هتبقى تمسكي ده النظام، عملت لكم قوم اهوت ترموا فيه المية في الماسورة هنا، بدل ما تشيلوا المية ترموها ورا وتخافي من دهب وكده. تمام. وادي القعدة اهيت يا جماعة، دي القعدة اهي، ممكن نستخدمها زي قصيدة زرع، او نحط فيها اكل للطيور، او نحط فيها ميه. تمام. توكلنا على الله. نفضي بقى الايه، نشيل الجزء اللي فوق دوت اللي هو زي عامل زي النجمه ده اهو. هو طبعا الجزء ده ماشي يا ناس. انا فرغت النجمه اهي اللي كانت فوق، اللي كانت سادة المكان ده اهي عشان ما تقعش في الصرف. تمام اهي. هنسيبها برضو هنا عشان ممكن نحتاجها في اي لحظه. تمام. هنجيب بقى الازازه اهيت في لحظه. هات يا نزه تسلمي لي. وهنحطها هنا كده اهيت اهي. وهجيب انا الايه الجيركن وافضي بيه بقى اللي هو الايه الصرف بتاع الغسيل بتاع اللهم صل على النبي بتاع البط والحمام والحاجات دي. توكلنا على الله. خليكم معايا. بدل ما ايه نلف بره يعني يا رز، بدل ما تلفوا بره وتعملوا يبقى كده ايه المسافه قريبه عليكم، بدل ما تخافي من دهب وتسيبي نفسك. تعالوا معايا رز معلش. التجربة ايه على طول ان شاء الله كده تنجح. ايه رايك يا نزل؟ ايه رايك كده؟ اهو يا جماعة كده نجحت الفكرة اهي. وكده لا تعبت الجيران ولا دوشتهم ولا رميت الميه في الصرف، وحاجه سهله جدا، وان شاء الله كده ايه تنول اعجابكم. تمام. ونشطف بقى الجبنه اهو اهو. ادي اخر حاجه اهي. وكمان مفيش ريحه هتطلع لان اصلا زور الماسوره اللي هو معمول زي القمع كده ضيق، فمش هي ايه مش هيعاكس معانا. توكلنا على الله. السلام عليكم. وعشان ااكد عليها اكتر جبت لها حبل وربطتها في الماسوره اهيت، بحيث ان لو حد حب يحركها ولا كده ما تتحركش معاه اهوت، بحيث ان ما تنزلش الميه وتغرق الدنيا تحت. وكده الزور تحت اهوت زي ما انتم شايفين اهو نازل في الصرف. تمام. الناس تقلب تحط انت كده الحاجه، وكمان الزور بتاعها ضيق ما ينزلش اي حاجه. لو حاجه وقعت منك ولا كده حاجه كبيره ولا كده مثلا طوبه مش عارف ايه، الزور بتاعها ضيق يعني ننزل ميه بس. تمام. وممكن نمسك بقى الايه طبعا الشبكه اللي احنا شلناها دي اهي، دي اللي احنا شلناها منها، ممكن نحطها هنا كده اهي. لو انت حاجه مثلا اهي هتنزل ميه بس قفلتها كمان اهيت. تمام. يبقى كده مش هتطلع ريحه من هنا، هتطلع من الجوانب بس. يعني المكان لو سامح ان انا كنت هلزقها وهي بره كنت دبستها فوقها، لان تبقى اصلا المحيط بتاعها جاي مع الماسوره. لكن كده ان شاء الله ترمي الميه بس، لو في حاجه سقطت فيها ما تنزلش ان شاء الله. توكلنا على الله ويا رب الفكره تكون عجبتكم. هنشيل الجزء اللي فوق دوت اللي هو زي عامل زي النجمه ده اهو.
كده طبعا جزء غير. ماشي يا ناس. انا فرغت النجمه اهي اللي كانت فوق، اللي كانت سادة المكان ده اهي عشان ما تقعش في الصرف. تمام اهي. هنسيبها برضو هنا عشان ممكن نحتاجها في اي لحظه. تمام. هنجيب بقى الازازه اهيت. لحظه هات يا رزة تسلمي لي. وهنحطها هنا كده اهيت اهي. وهجيب انا الايه الجيركن وافضي بيه بقى اللي هو الايه الصرف بتاع الغسيل بتاع اللهم صل على النبي بتاع البط والحمام والحاجات دي. توكلنا على الله. خليكم معايا. بدل ما ايه نلف بره يعني يا رز، بدل ما تلفوا بره وتعملوا يبقى كده ايه المسافه قريبه عليكم. بدل ما تخافي من دهب وتسيبي نفسك. تعالوا معايا بص معلش. التجربه ايه على طول ان شاء الله كده تنجح. ايه رايك يا رز؟ ايه رايك كده؟ اهو يا جماعه كده نجحت الفكره اهي. وكده لا تعبت الجيران ولا دوشتهم ولا رميت الميه في الصرف، وحاجه سهله جدا. وان شاء الله كده ايه تنول اعجابكم. تمام. ونشطف بقى الجيك اهو اهو. ادي اخر حاجه اهي. وكمان مفيش ريحه هتطلع لان اصلا زور الماسوره اللي هو معمول زي القمع كده ضيق، فمش هي ايه مش هيعاكس معانا. توكلنا على الله. السلام عليكم. وعشان اكد عليها اكتر جبت لها حبل وربطتها في الماسوره اهيت، بحيث ان لو حد حب يحركها ولا كده ما تتحركش معاه اهوت، بحيث ان ما تنزلش ميه وتغرق الدنيا تحت. وكده الزور تحت اهوت زي ما انتم شايفين اهو نازل في الصرف. تمام. الناس تقلب تحط انت كده الحاجه. وكمان الزور بتاعها ضيق ما ينزلش اي حاجه. لو حاجه وقعت منك ولا كده حاجه كبيره ولا كده مثلا طوبه مش عارف ايه، الزور بتاعها ضيق يعني ينزل ميه بس. تمام. وممكن نمسك بقى الايه طبعا الشبكه اللي احنا شلناها دي اهي، دي اللي احنا شلناها منها، ممكن نحطها هنا كده اهي. لو انت حاجه مثلا اهي هتنزل ميه بس قفلتها كمان اهيت. تمام. يبقى كده مش هتطلع ريحه من هنا، هتطلع من الجوانب بس. يعني المكان لو سامح ان انا كنت هلزقها وهي بره كنت دبستها فوقها، لان تبقى اصلا المحيط بتاعها جاي مع الماسوره. لكن كده ان شاء الله ترمي الميه بس، لو في حاجه سقطت فيها ما تنزلش ان شاء الله. توكلنا على الله ويا رب الفكره تكون عجبتكم. الحاجه بتاعت فوق اهيت عند ماسوره الصرف، وان شاء الله كده كان الجماعه روقوا امبارح الطيور والتحت عشان خاطر الفراخ البيضاء اللي هي الوزاره اللي بنربيها. دوره جديده كده ان شاء الله قبل العيد وقبل رمضان ما يبدا. توكلنا على الله. راح اتفق على مثلا ان شاء الله كان لنا عمر كده حوالي 30 فرخ 40 فرخ حسب ما يبقى معانا من فلوس، ونبدا نشتغل عليهم يعني ان شاء الله. توكلنا على الله. دعواتكم لينا. اشوفكم بقى ان شاء الله كده احنا ماشيين في الطريق. توكلنا على الله. نبقى نتفق على الفترتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا نيروز يا عبير يا عبير، نيروز فين ولا حد يقفل وراه الباب؟ توكلنا على الله. بسم الله. توكلنا على الله. بنت عبور هات الفلوس تعالي في ورا الباب. بسم الله. توكلنا على الله. لا سعيد هتصحى الناس ذات سعيد عايز الناس طبعا عشان يصحى الناس.
يا عبور. طبعا بنيجي بقى نشتري من هنا الفراخ البيضاء. عملنا اتفقنا على العربون واتفقنا على الفراخ، وان شاء الله كده قال لك على يوم الاثنين. توكلنا على الله. يلا عبوره امسك يا باشا. السلام عليكم يا سعود. عامل ايه دلوقتي؟ خد علاج يا عبير؟ ايه هي يا سعيد؟ ايه الاخبار؟ رجع تاني؟ معلش يا محمد. ماشي ماشي. لسه واصل من الشغل اهوت. الحمد لله تمام. ربنا يصلح حالك. سألنا على سعيد، ادعوا له كده ربنا يشفيه ان شاء الله كده. سأل الجماعة بيقولوا فيه ميكروب في الجو اصلا الفار كلها. سمحت كده برضه. يعني ربنا يستر ان شاء الله. محمد برضه قال السيد برضه نفس النظام. سواء كان محمد حازم وعيد حازم الاثنين يعني. ربنا يعافيهم ان شاء الله. طب انا رجعت لقيت الجماعه بيقولوا في مشكله في العش فوق. انا نسيت امبارح. المشكله انت سبب ايه؟ انا ماليش فيه. ايوه انا سببها. ماشي خلاص. انا ماليش فيه. انا حاسب عليك. انا حاسب عليك. مش كل شويه نكشكش انا والعرسه تاكل. طب خلاص اشوف سعيد بس وبعدين نطلع له. حاضر. ما تصورنيش انا عشان ما نتعرف. حاضر. معلش. الف سلامة. يلا يلا يا سعيد. خد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش. يا رب. فاضل له كام نوع كده؟ معلش معلش يا سيدي. ألف سلامة. يلا يلا. خد بقى دي آخر واحدة اهي عشان ما ترجعش تاني. يلا 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 شوف. يا رب. حاجة تاني؟ في حاجة تاني؟ نجيب لك فيلم بقى تاكله؟ ها؟ عشان بطنك. معلش. معلش ألف سلامة. ايه؟ حاسب ايه؟ معلش. بطنك بس؟ تعمل حمام؟ ها؟ ما طب نجيب لك ايه تاكل؟ ها؟ مش عايز ايه؟ ليه؟ ليه مش عايز ليه؟ مش عايز ليه؟ معلش. حق. ألف سلام عليك. ولا تاخد حبل أحسن؟ طب نجيب لك زبادي؟ طب عسل؟ لا هتتصفى كده، جسمك هيتصفى كده. تخسف خالص. معلش. ألف سلام عليك. معلش. ادعوا لسعيد يا جماعة ربنا يشفيه. معلش معلش. الشياش ميطلعش برا الشارع. خلاص؟ حبيبي. غيرت هدومي. استنى يديكوا النور. اتغديت اهو. غيرت هدومي واطلع بقى ابص على المشكلة اللي ام العيوز قالت لي حصلت. قدر الله ما شاء فعل. بتقول لي الزغاليل البيضاء اللي كانت بتطلعها العرسة او الفار دخل كلها. تعالوا معايا. توكلنا على الله. بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا دوب داخل بطمن على سعيد قالت لي ده وفعلا كنت نسيت الحمام العشة بتاعته مفتوحة. قدر الله ما شاء فعل. نجيب بقى الكاميرا الأمامية نشوف كده ايه اللي حصل. بعد ما غدينا اهوت خدت بقايا الأكل بتاعتنا نرمي لي دهب تاكله ونجيب اللي حصل بقى. خد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا الشيف كل يلا الشيف كل. كنت فين لما البتاع ده؟ يا جماعة قدر الله ما شاء فعل. ادي الزغلولين ماتوا تاكلوهم. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. دول الزغلولين همت واحد من لا حول ولا قوة الا بالله.
الزغاليل عندي بتكبر وتروح هي او الفار او بتاع. انا نسيت، دي غلطتي انا اصلا. ده متاكل راسه وده متبهدله. دي شكلها العز. نشغل النور. شغلت النور اهوت عشان اطمن زي ما وريتكم. العرسة واكلة دماغها ومص الدم بتاعتها. قدر الله ما شاء فعل. هم الزغلول الكبار اللي كنت بصورهم امبارح. قدر الله ما شاء فعل. الجماعة بيقولوا لي لولا ان انت الكلبة دي هنا كانت كلت البط، بهدلت البط كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا اللي نسيت العشة مفتوحة، فهي جت من هنا تقريبا، من الأوضة دي. هنور كده واشوف. بسم الله. خليكم معايا ايد اللمبة ديت بس. ايد النور اهوت. هو تقريبا بتخش من الأوضة ديت بتيجي. قدر الله ما شاء فعل. ادي الحمام اهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. دخلت هي هنا بهدلت الدنيا بقى. سحبتهم من مكانهم من هنا، كانوا بيفضلوا راقدين هنا. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. معلش يا فاطمة. كانت في بيضة هنا. قدر الله ما شاء فعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا في زغلول في الصفيحة دي اللي هو الصغير اللي ما كانش كبير ده، لو كان جنب ده مات. الجماعة بيقولوا ده مات. قدر الله ما شاء فعل. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخلف علينا بالخير. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. ربنا ما يوريش حد سوء في اهله ولا في حاله يا رب ولا في عياله. قدر الله ما شاء فعل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. بعد ما شفنا الزغلولين بقى ماماتهم والزغلول الصغير خلاص مات في الصفيحة برضه الجماعة رموه. والعرسة خلصت على الزغلول، بتخلص على الزغاليل اللي هي الكبيرة يعني حاجة تزعل يعني. لا نقول إلا ما يرضي الله. قدر الله ما شاء فعل وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن شاء الله كده إيه اليوم يكون خلص النهاردة. ودعواتكم لسعيد ربنا يشفيه ويتم شفاعه على خير إن شاء الله كده يعني. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.